بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أبنائنا طلاب الصف التاسع لنحل مع بعضنا مسألة من مسائل دروس الطاقة، وكما تعلمون هي من المسائل المهمة جدا في كل عام. المسألة تقول: نترك جسما كتلته 80 كيلوغرام، هذه هي كتلة M، ليسقط تحت تأثير ثقله، يعني كان ساكنا سقط بتأثير ثقله فقط من ارتفاع 15 مترا، يعني H تساوي 15، باعتبار أن G تسارع الجاذبية الأرضية 10 متر بثانية أس ناقص 2. المطلوب أولا احسب ثقل الجسم. ثقل الجسم كما تعلمون أبناء الطلاب W هو المطلوب حسابه. ثقل الجسم كما نعلم جميعا أن ثقل الجسم W تساوي كتلة الجسم في تسارع الجاذبية الأرضية، هذا هو القانون. الآن نطبق W ثقل الجسم يساوي كتلة الجسم 80 ضرب تسارع الجاذبية الأرضية 10. الآن النتيجة W تساوي 80 ضرب 10 800 نيوتن. نعم، لأن القوة أو الثقل هو عبارة عن قوة. انتهى الطلب الأول. ننتقل إلى الطلب الثاني أبناء الطلاب، وهو ما نوع الطاقة التي يمتلكها الجسم عند هذا الارتفاع، أي عندما كان ساكنا عند أعلى ارتفاع، ثم أحسب قيمتها. طبعا نوع الطاقة هي عبارة عن طاقة كامنة ثقالية. نوع الطاقة كامنة ثقالية، يعني EB. لحسابها لدينا قانونان: EB الطاقة الكامنة الثقالية تساوي W بH بالارتفاع. EB هذا هو القانون طبعا. EB تساوي W حسبناها بالطلب الأول 800 ضرب 15 EB. الآن النتيجة 0. 8 ضرب 15 8 ضرب 5 عبارة عن 40. 0 باليد 4. 8 ضرب 1 8 و4 12,000 جول. يمكن أبناء الطلاب أن تحسبون من هذه العلاقة كذلك الأمر. إذن أو EB تساوي M بG بH. EB تساوي الكتلة M هي عبارة عن 80 ضرب G 10 ضرب H 15. EB طبعا النتيجة نفسها 12,000 جول. هذا بالنسبة للطلب الثاني. ننتقل إلى الطلب الثالث. يقول: احسب قيمة كل من الطاقة الكامنة الثقالية EB والحركية EK، يعني الطاقة الحركية، إذا مجهول عند ارتفاع H فتحة أو H1 يساوي 4 متر. قد يسأل سائل من الطلاب يقول: الطاقة الكامنة الثقالية حسبناها في الطلب الأول، هنا تغير الارتفاع وبالتالي تغيرت الطاقة الكامنة الثقالية. الآن لدينا القانون الحل: EB فتحة تساوي W ثقل الجسم لم يتغير في الارتفاع الجديد H فتحة EB فتحة تساوي 80 أو 800 نيوتن الطلب الأول ضرب H فتحة 4 متر EB فتحة تساوي الآن 0 8 ضرب 4 32 جول. هذه بالنسبة للطاقة الكامنة الثقالية. الطاقة الحركية أبناء الطلاب قانونها نصف M بV مربع، ولكن السرعة غير موجودة، لذلك نلجأ إلى القانون العام المشترك الذي يجمع بين الطاقة الكامنة الثقالية والطاقة الحركية، وهو E تساوي EB فتحة زائد EK. طبعا E هي نفسها الطاقة الكامنة الثقالية في الطلب الأول عند أقصى ارتفاع، وهي تبقى ثابتة في كل مراحل سقوط الجسم. إذا الآن 12,000 يساوي 3,200 زائد
إيكال. الآن ننقل مع تغيير الإشارة، ننقل أبناء الطلاب مع تغيير الإشارة، ننتبه يجب أن نغير الإشارة. إيكال الآن يساوي 12,000 ناقص 3,200. لا نستعجل أبناء الطلاب. 12,000 الآحاد تحت الآحاد والعشرات تحت العشرات، هذا 0 0 10 يبقى 1. 10 ناقص 2 8، 1 يصير 11. 11 ناقص 3 فيها 8. 8,000 إيكا تساوي 8,800 جول. هذه هي الطاقة الحركية. المسألة أو الطلب الأخير أبناء الطلاب من هذه المسألة يقول: ما نوع الطاقة التي يمتلكها الجسم لحظة وصوله عند الأرض؟ أبناء الطلاب لحظة وصوله على الأرض يعني تقريبا الارتفاع صار 0، ولكن لا نعوض طبعا 0، إلى سطح الأرض، ثم أحسب قيمتها. يكون الجسم لحظة وصوله إلى الأرض في أعلى سرعة له، ويكون الارتفاع في أدنى قيمه. في هذه الحالة نوع الطاقة حسب مبدأ مصونة الطاقة يتحول إلى طاقة حركية. نوع الطاقة طاقة حركية، وهي تساوي الطاقة الكلية. إيكا تساوي التي حسبناها في الطلب الأول، قلنا أنها تساوي الطاقة الكاملة الثقالية وتساوي 12,000 جول. بهذا الحل طبعا نكون قد أنهينا حل مسألتنا لهذا اليوم. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم.